الأخبار عاملين ايه؟ النهاردة عندنا عزومة وهنعمل مقلوبة. بجد الأكلة دي بتطلع لذيذة جدا، ودي كلها الحاجات اللي أنا هستخدمها، والكمية دي هتكفي 15 فرد، فيلا بينا نعملها مع بعض. والنهاردة كمان قررت اخدكم معايا المطبخ واوريكم بنعمل ايه بالظبط. هنا انا وماما مش بنقطع الخضار، احنا عمالين نضحك. ومعايا كمان رنا اختي وهي اشطر واحدة تعمل مقلوبة بجد خطيرة. وهنا متنسوش بعد ما قطعنا البتنجان هنرش عليه ملح وهنضغطه بحاجة تقيلة عشان تنزل المية بتاعته. تاني حاجة قطعنا خضار الشوربة، وبعد ما قطعنا الخضار كله في ميه سخنه هنزل عليها بالفراخ بعد ما نضفناها كويس. واول ما الابيض ده يطلع على الوش هنشيله، هننزل عليه بالخضار اللي احنا قطعناه ومعاهم بهارات. هكتب لكم كل حاجه بالظبط في الكابشن. وبعديها هننزل بالملح وبعدين هنسيبها ساعة لحد ما تستوي، ونكون احنا حمرنا الخضار. اول حاجة البطاطس، والبطاطس بنحمرها بس مش بنخليها تستوي. ومعانا كمان التوم عملته في الاير فراير، والبتنجان حمرنا معاهم بصل. كمان ما تحطوش زيت كتير، حطوا زيت قليل. وهنا بنسوي الحاجة على النار، طبعا اخدت وقت عشان الكمية كبيرة. وهنا بعمل السلطة، يزن طبعا قرر ان هو يطلع يساعدني. وبس كده كل حاجة عندي جاهزة. هبدأ ارصهم في الحلة. اول حاجة هبتدي بيها الفراخ وشلت منها الجلد، وفوقيها هرص عليها طبقات من الخضار. واخر حاجه هزودها هي الرز مغسول، وهزود عليهم كمان فلفلتين حامين بيدوا طعم حلو. ودي البهارات اللي انا هزودها على الشوربه. بعد ما صبيت الشوربه هغطيها بطبق، بعدين هغطي الحله هسيبها لحد ما تستوي. بجد الاكله دي بتطلع خطيره، جربوها وقولوا لي رايكم. بالهنا والشفا.